مليون جنيه الرقم ده بيخوف ناس كتير وبيحمس ناس تانية وبيخلي ناس تقول ده مستحيل. والنهارده انا مش جاي اقول لك ايوه ممكن واسيبك وامشي من غير اي تفاصيل، ومش هقول لك لا مستحيل واقفل الباب من غير اي دليل. هقول لك الحقيقه الكامله بالارقام بالشروط وبالطريقه الفعليه اللي ممكن توصلك للرقم ده او يوريك ليه ممكن ما يوصلكش. في الفيديو ده هفكك السؤال تماما، هحكي لك قصه حقيقيه، هوضح الحسابات وهقول لك بصدق على الموضوع واقعي بالنسبه لك ولا لا. فخليك معايا لان الاجابه مش بسيطه زي ما انت متخيل. ولكن خليني احكي لك على كريم 27 سنه، كان شغال محاسب براتب بسيط جدا. سمع عن حاجه اسمها تسويب العموله وقال انا هحاول اوصل لمليون جنيه في السنه. طبعا رد اصحابه وانت عارفه، ضحكوا عليه قالوا له ده رقم خيالي، ولكن كريم ما ترددش. بدا الشهر الاول 200 جنيه، الشهر الثاني 1500 جنيه، ولحد هنا كان شبه اي حد تاني. بس كريم عمل حاجه مختلفه، مع كل شهر بيعدي كان بيعيد استثمار جزء من ارباحه في اعلانات وفي محتوى اكتر، وكمان بدا يبني فريق صغير، شخص يساعده في المونتاج وشخص يرد على العملاء. وبعد سنتين وصل كريم لاجمالي مبيعات سنويه عدت المليون جنيه، مش من جيب واحد، من تراكم، من منتجات كتير، من عملاء اكتر ومجهود مستمر. كريم وصل، بس الطريق اللي مشيه مختلف تماما عن اللي معظم الناس بتتخيله، وده اللي اوضحه دلوقتي. كريم وصل، بس الطريق اللي مشاه مختلف تماما عن اللي معظم الناس بتتخيله، وده اللي اوضحه دلوقتي. اول حاجه لازم تفهمها ايه معنى مليون جنيه. كل ما تتكلم عن الامكانيات لازم توضح حاجه اساسيه. مليون جنيه ده اجمالي مبيعات ولا صافي ربحه، ولا في سنه، ولا على مدار سنين؟ لو انت بتتكلم عن اجمالي مبيعات يعني قيمه المنتجات اللي اتباعت بسبب الرابط بتاعك، ده اسهل بكتير من صافي عمولتك الشخصيه. مثلا لو عمولتك 10% على منتجات بقيمه 10 مليون جنيه مبيعات، عمولتك الفعليه مليون جنيه، لكن لو نسبتك 1% محتاج تبيع 100 مليون جنيه قيمه منتجات عشان توصل لنفس الرقم. فالسؤال الحقيقي هنا مش هل ممكن احقق مليون جنيه، السؤال هنا انا بتكلم عن اي مليون فيهم بالظبط، الحسابات الحقيقيه وازاي توصل فعليا للرقم ده. خليني اوريك 3 سيناريوهات مختلفه توصلك لمليون جنيه، وكل واحد فيهم واقعي بدرجه مختلفه. اول حاجه السيناريو الاولاني، منتجات رقميه بعموله عاليه، بمعنى لو انت بتروج لكورسات او منتجات رقميه بعموله 30 ل 50% ومتوسط سعر المنتج 1000 جنيه، محتاج تبيع حوالي 2000 ل 3000 وحده في السنه، يعني تقريبا 6 ل 9 مبيعات في اليوم. ده رقم صعب بس ممكن لو عندك جمهور كبير ومحتوى قوي ومستمر. السيناريو الثاني، منتجات فيزيائيه بعموله منخفضه زي تاجر وانجزني وامازون. لو عمولتك متوسط 50 جنيه على المنتج، محتاج 20000 اوردر في السنه، يعني حوالي 55 اوردر في اليوم. وده رقم كبير، بيحتاج فريق مجهود تسويقي ضخم ومستمر، مش شخص واحد بيشتغل لوحده في الغالب. ولو انت عامل سيستم كامل محترم تقدر توصل لده لوحدك. السيناريو الثالث، بناء عده مصادر دخل المجتمع، بمعنى ان انت تشتغل تسويق بالعموله زائد رعايات زائد بيع منتج خاص بيك زائد يوتيوب. كل مصدر بيجيب جزء من الرقم ده ومجموعهم بيوصل للمليون، وده اللي انا بشتغل فيه حاليا. وده السيناريو الاكثر واقعيه لمعظم الناس لانه مش معتمد على مصدر واحد بس. ودلوقتي الحقيقه اللي لازم تسمعها، الجزء اللي معظم الفيديوهات بتتجنبه. الاغلبيه الساحقه من الناس اللي بتدخل التسويق بالعموله مش بتوصل للمليون ولا حتى قريب منه، وده لان الموضوع مش نصب او مش شغال، لان الوصول لرقم زي ده محتاج حاجات كتير. اول حاجه ان انت تستمر لسنين مش شهور. كريم وصل بعد سنتين من شغل مستمر، مش بعد 3 شهور. زائد ان انت لازم تستثمر جزء من الارباح في النمو. الناس اللي بتسحب كل ربح وتصرفه بتفضل في نفس المكان، الناس اللي بتعيد استثمار جزء بتنمو بشكل مرعب. القدره على بناء فريق او نظام فرد واحد بيشتغل لوحده عنده سقف، الفريق او الانظمه الاوتوماتيكيه بتكسر السقف ده حرفيا. وان انت لازم تصبر على فترات الركود، مش كل شهر هيكون احسن من اللي قبله، في شهور بتقل فيها الارقام لاسباب خارجه عن ارادتك. زائد كمان لو ده مش مناسب لظروفك دلوقتي، ده مش فشل، ده واقع لازم تاخده في الحسبان قبل ما تحدد توقعاتك. تعال اقول لك على خطه واقعيه لو هدفك المليون فعلا. لو بعد كل ده قررت ان المليون هدفك، خليني اقول لك الخطه الواقعيه اللي انا مشيت بيها وحققت ده. السنه الاولى التاسيس، هدفك مش الفلوس، هدفك بناء جمهور ومحتوى ثابت ونظام عمل، توقع ارقام صغيره نسبيا. والسنه الثانيه التوسع، دلوقتي عندك بيانات حقيقيه عن ايه اللي بيشتغل، وسع في المنتجات الناجحه، فكر في اضافه مصدر دخل تاني، منصه جديده، نيتش جديد، او حتى منتج خاص بيك. السنه الثالثه البناء المؤسسي، لازم تفكر في فريق صغير حتى لو فريلانسرز، حد يساعدك في المونتاج، حد في خدمه العملاء، ده بيخليك تنمو من غير ما تكون انت الحاجز الوحيد للنمو. وعلى مدار السنين دي لازم تراقب 3 ارقام بس مهمين جدا. لازم تهتم بعدد العملاء الجدد كل شهر، متوسط القيمه لكل عميل، وكمان نسبه العملاء اللي بيرجعوا يشتروا مره ثانيه. الارقام الثلاثه دول هي اللي بتقول لك هل انت قريب من الهدف ولا بعيد عنه. خليني اقول لك دلوقتي العامل الحقيقي اللي بيفرق. لو سالتني ايه اكتر حاجه فرقت مع كريم، هقول لك مش الذكاء ومش الحظ، هو انه عامل مشروع
كانه بيزنس مش كانه دخل اضافي، بمعنى ان البيزنس بيحتاج استثمار وتخطيط وصبر على المدى الطويل. الدخل الاضافي بتتعامل معاه كحاجه جانبيه بتسحب منها وتستنى تنميها. الفرق بين الاتنين هو اللي بيحدد هل المليون ممكن ولا مش ممكن بالنسبه لك. وفي الختام الموضوع ده الاجابه النهائيه على السؤال ده ايوه ممكن تقدر تعمل كده، ولكنه مش مضمون ومش سريع ومش هيحصل بصدفة. ممكن لو عملت منه بيزنس حقيقي باستراتيجية واستثمار وصبر سنين، ومش هيحصل لو فاضل دخل إضافي بتشتغل فيه ساعة في الأسبوع وتتوقع نتيجة سنين. والسؤال الحقيقي دلوقتي مش هل ممكن، السؤال أنت مستعد تدفع السعر اللي محتاجه الرقم ده؟ لو الإجابة أيوة ابدأ النهاردة، ولو مش متأكد دي برضو إجابة صحيحة وممكن تبدأ بهدف أصغر وتكبره مع الوقت. حط في الكومنتات دلوقتي هدف السنة دي هو، اكتب الرقم اللي أنت عايزه وأنا هرد عليك شخصيا. بس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجاية. أشوفك الفيديو الجاي أفكار جديدة. سلام.